بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل فيها كفتة الرز بطريقة سهلة وبسيطة خالص. هقولك ازاي من كيلو رز واحد تطلعي حوالي 2 او 2.5 كمان كيلو من الكفتة، وعمرها ما تفكي معاكي في الصلصة، بشوية خطوات بسيطة وسهلة هتعمليها معايا وتشوفي طريقتي في عمل كفتة الرز. ان شاء الله تطلع معاكي احلى كفتة. بس يلا في الاول اعملي لايك وشير وتعالي نشوف مع بعض عملناها ازاي. عندي بولة كده كبيرة هحط فيها نص كيلو من اللحمة. عندي نص كيلو من اللحمة بس، ويفضل ان اللحمة تكون حمرا خالص ما فيهاش اي نسبة دهن. وبعد كده انا فرمه اللحمة دي هضيف عليها كيلو الرز بياخد بصلتين في الحجم المتوسط زي ما انا وريتهم لك معايا كده، بصلتين حجمهم متوسط او بصلة واحدة بس كبيرة، ونضيفها على اللحمة. بعد كده عندي 5 أو 6 فصوص من التوم، ودي اختياري بس بتدي لكفتة الرز نكهة وطعم جميل جدا، يبقى 5 فصوص من التوم. بعد كده عندي بقى الرز بتاعي، الرز بتاعي ده حوالي كيلو من الرز، مغسول ومنقوع لمدة ساعتين وبعد كده صفيته. اهم حاجة عشان الكفتة ما تفكش معاكي وتستوي بسهولة ان انت تنقعي الرز من ساعتين ل3، وبعد كده صفيته وضفته معايا. بعد كده بقى هنضيف مع بعض الخضرة بتاعتي دي اختياري، انت لو بتحبيها فاتحة خالص هتحطي شوية صغيرين زي اللي انا حطيتهم في الاول كده، لكن لو ما يفرقش معاكي اللون زي كده هنضيف حوالي كمان حزمة كمان من الكزبرة عشان بتدي طعم حلو. ونضيف مع بعض التوابل، هي معلقة من الملح، معلقة من الكزبرة الناشفة، رشة خفيفة من الكمون، معلقة فلفل اسود، ورشة من ال7 بهارات او بهارات اللحمة، يا دي يا دي. وما نكترش توابل في كفتة الرز عشان انا عايزة طعم اللحمة بتاعي يبان. بعد كده بقى هاخدهم مع بعض كده. لو عندك المفرمه اللي هي بتاعه اللي بالكهرباء دي هتديها وشين، طب لو ما عندكيش هتوديها بره للجزار زي ما انا عملتها كده، ودي اسهل طريقه لعمل الكفته عشان ما تفكش منك. هيديها لك وشين او 3 كمان احسن وانضف من انك بتزروطي من الدنيا معاكي في لو عملتيها في البيت. ولو حابه تعمليها في البيت اعمليها في الكبه، الخضار لوحده وبعد كده الرز وتقلبيهم على بعض. وبعد كده حطيتها في التلاجة اتشمعت بس معايا ساعتين 3 كده عشان ما تلزقش في ايدي. وبعد كده بقى مع بعض نبدأ نصبح في الكفتة. وزي ما قلت لك لو انت حابة اللون بتاعها افتح من كده ما تزوديش خضرة، بس انا ما بيفرقش معايا اللون اكتر من الطعم. وعامة هي لما بتنزل في الصلصة لونها بيفتحش شوية. ان انا حطيت حبة زيت كده في قلب الكفتة عشان ما نوسخش مواعين كتير. وبعد كده اخد حتة كده من الكفتة ادعكها بايدي الاول عشان الفراغات اللي فيها ما تخليهاش تفك معايا في الزيت. وبعد كده اصبعها، يبقى لازم الاول تديها تكتين كده عشان تضيعي كل الفراغات اللي فيها، وبعد كده تصبعيها زي ما انا عملت معاكي كده. والحجم طبعا زي ما بتفضلي كبير او صغير، فانا بالنسبه لي الحجم ده كويس جدا. لو انتي عايزة تخزني بقى هتخزني في المرحلة دي اللي هي بيكون فيها كده قبل ما نحطها في الزيت، دي طريقة. وممكن كمان بعد ما تقليها في الزيت، وانا بفضل الطريقة دي لانها بتكون اسهل. بعد كده عندي طاسة على النار فيها زيت غزير، ونبدأ نحط الكفتة بتاعتنا اول الزيت بس ما يسخن كده، والنار تكون متوسطة عشان تاخد لون دهبي حلو من بره وتستوي معاكي كمان من جوه. يبقى دي اسهل طريقة لعمل كفتة الرز، وبترمي معاكي كتير جدا من نص كيلو لحمة وكيلو من الرز، وتقدري تعمليها وتخزنيها معاكي رمضان. بتكون سهلة جدا، بتطلعي الكيس كده من الفريزر وهي مقلية ومظبطة كده وتحطيه في الصلصة على طول. وانا بفضل الطريقة دي في التخزين، او ممكن تصبعيها وممكن كمان تشيليها عجينة زي ما هي، بس ده بيكون صعب لانك بتطلعيها تفك وبعدين تصبعيها وبعدين تقليها. فاسهل حاجة ان احنا نقلها زي ما انت شايفة معايا مصفى وحاطة تحتيها طبق علشان تنزل كل كمية الزيت اللي موجودة فيها ومتشربش معايا زيت كتير. وانا بالنسبة لي اللون ده ممتاز. لو انت حابة تفتحي اكتر من كده براحتك. يبقى ايه اللي يخلي كفتة الرز تفكي معاكي؟ ان انتي ما تديهاش اكتر من وش في المكنة، يبقى لازم تضربيها اكتر من وش بحيث ان هي تكون معاكي عجينة ناعمة جدا. ده اللي يخليها عمرها ما تفك معاكي في الصلصة حتى لو باتت معاكي لتاني يوم. وممكن على فكرة تطحني الرز لوحده في مطحنة التوابل دي وتعمليه دقيق رز، وبعد كده تضيفيه على الخضار بعد ما تضربيه في الكبة. وانا بفضل بصراحة ان انتي تعمليها بره، ودي حاجة ترجع لك. وبعد كده انا حطيت بقى باقي الكمية اللي معايا زي ما احنا شايفين. اول ما بتاخد تشميعة كده بروح مقلباها. وبكده حبايبي يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، ووصفتنا خلصت النهارده لعمايل كفتة الرز. اتمنى نهاية الفيديو ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وبسيطة من
وصفة كفتة الرز. ويلا بقى اشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار، واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. زي ما انا بوريكي كده معايا من نص كيلو من اللحمه وكيلو من الرز طلعنا كل كميه الكفته اللي انت شايفاها دي. انا بقى هعبيها كده في اكياس وهشيلها في الفريزر على قد كل طبخه. مع السلامه.